بداية فيكون مسبوق، ولا بذي نهاية فيكون محدود، ولا بذي كمية فيكون محصور، ولا بذي كيفية فيكون متشابه. العالي علو تشريف ومكانة، الأبدي السرمدي من غير تجديد زمان، الواحد الأحد الفرد الصمد المتنزه عن الند والولد. سبحانه من حشرة كسى الناس حريرا، ومن حشرة أطعمنا شهدا وفيرا. سبحانه عليا قديرا جليلا، خلق الخلق فقدرهم تقديرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأصلي وأسلم على السراج المنير وعلى آله وصحبه الغر الميامين الذين بهم تلألأ الحق وانتصر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إلهي يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذي فضل ومن. فاللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. في البداية طبعا يعني هي أشواق ولم تمضي غير يوم ليلة، فكيف إذا سار المطي بنا شهرا. ناخذ أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أم أحمد. أيوة يا فضيلة الشيخ. تفضلي، أسمع حضرتك جيدا. نبي لو سمحت أنا عايزة ممكن النمرة بتاعتك. خدها من الكنترول يا فندم. الكنترول اديها لك إن شاء الله. الموضوع بتاعنا النهارده يا جماعه يعني يا ريت بقى ايه يعني نخف الاتصال شويه عشان نقدر نرد على الناس اللي اتصلت الحلقه اللي فاتت، عشان يبقى في مصداقيه في الكلام يعني. فطبعا عاوز اقول ان الحلقه اللي فاتت بفضل الله عز وجل كان لها صدى عالمي، يعني كان لها صدى على مستوى العالم كامله بفضل الله عز وجل. يعني كل دول حتى الكفره، معظم الكفره يعني تابعوا حلقه، ومنهم من ترجمها الى الانجليزيه والالمانيه. وبفضل الله كانت حلقه من اقوى الحلقات على الاطلاق بفضل الله عز وجل، وكان لها صدى عالي جدا ولها مردود طيب جدا 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 بفضل الله عز وجل. وكنا رافعين لواء وقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقف لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول لمن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد الحلقة الماضية اتصل بي يعني أحد الكفرة وقال لي يعني برنامجك ليس له قيمة، هو طبعا ليس مسلما. فقلت له الدليل على أن البرنامج الذي تحت شعار وقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم له قيمة أنك تحركت وتأثرت. وقال لي أن نبيكم ليس طبيبا. فقلت له صدقت، نبينا ليس طبيبا، نبينا سيد الأطباء على الإطلاق. قال ومن علمه؟ الذي علم سيد الأطباء على الإطلاق هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، علمه الله. فأنا أقول له صدقت، النبي صلى الله عليه وسلم ليس طبيبا ولكنه سيد الأطباء على الإطلاق. الناس اللي بفضل الله عز وجل الحلقة يعني الماضية يعني الناس كتير اتصلت كتير جدا جدا، وإن شاء الله هنرد عليهم النهاردة حتى يكون في مصداقية في الأمر. طبعا معانا النهاردة علاج فيروس سي، ومعانا يعني علاجات كتيرة جدا. عاوز أقول برضو الناس اللي عندها أمراض مستعصية وعندها، قلنا ان احنا بنزف لهم بشرة امل وبشرة خير وبشرة فرحة لكل المسلمين. بقول لو عندك اي تحاليل برضه محتاج ان احنا نبص عليها تبعتها على العنوان اللي اقول لك عليه، ابو ياسين، قرية ابو ياسين، مركز ابو كبير، محافظة الشرقية، صاد ب، من الشمال 44923. او لو دخلت على موقع اليوتيوب وكتبت حسن البنا المصري هتلاقي الوصفات اللي كانت قبل كده بفضل الله عز وجل. معرفش معانا وصفات جاهزة دلوقتي على الهواء ولا ايه؟ يا ريت
استاذ امجد يقول لنا الوصفه الاولانيه تقريبا تنشيط الذاكره، كان معانا اتصال خاص بتنشيط الذاكره، ما اعرفش هي جاهزه معانا ولا لا يا استاذ امجد. طيب اول اتصال الحلقه. طيب الوصفه دلوقتي على الهواء هي عباره عن 50 جرام قسط بحري، 25 جرام عرعر، 50 جرام جينسينج، 25 جرام حبه البركه، 25 جرام بابونج. الوصفه مره ثانيه: 50 جرام قسط بحري، 25 جرام عرعر، 50 جرام جينسينج، 25 جرام حبة البركة، 25 جرام بابونج. طريقة الاستعمال بقى أقول لك طريقة الاستعمال ببساطة: هنطحن كله على بعضه، ناخد معلقة على كوباية مية ونغليها كويس، وبعد ما نغليها كويس هنشربها مرة على الريق ومرة قبل النوم. هتتحسن الذاكرة عندي جدا 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 بإذن الله عز وجل. ما اعرفش يا أستاذ ماجد الوصفة اللي جاهزة بعد كده القولون تقريبا، القولون والمعدة والاثنى عشر. طب معانا القولون. طيب 75 جرام قشر رمان، 25 جرام شمر، 25 جرام ينسون، 25 جرام كراوية، 50 جرام شيح بلدي، 25 جرام سيناميك ورق، 25 جرام حرجة. الوصفة مرة تانية: 75 جرام قشر رمان، 25 جرام شمر، 25 جرام ينسون، 25 جرام كراوية، 50 جرام شيح بلدي، 25 جرام سيناميك ورق، 25 جرام حرجل. طريقة الاستعمال: نطحن كله على بعضه، ناخد معلقة على كوباية مية، نغليها كويس، نشربها قبل كل أكل بالظبط من أول يوم بإذن الله عز وجل. لو عندك أي مشاكل في القولون، عندك تقيحات في المعدة، عندك صديد في المعدة، عندك أي مشكلة بفضل الله عز وجل في المعدة، في القولون، في الاثنى عشر، تتحسن بنسبة 100% بفضل الله عز وجل. والوصفة مجربة وبفضل الله عز وجل جابت نتيجة كويسة جدا. طبعا احنا بنعتذر للناس اللي هي بتتصل دلوقتي، يا ريت تنتظروا معانا بس شويه لغايه لما نقدر نرد على الناس عشان نقدر نفيد المسلمين. مش احنا مش بنيجي عشان نرد على الاتصالات وخلاص، لا احنا جايين عشان نوصل معلومه للمسلمين. زي ما النصراني زي الاخ اللي مش الاخ، زي اللي اتكلم وقال نبيكم ليس طبيب، لا احنا بنقول له نبينا سيد الاطباء على الاطلاق، وقلنا ان البرنامج ده وقف لرسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. بعد كده معانا الكهرباء الزايده في المخ تقريبا، وفي ناس كتير قوي اتصلت بسبب الموضوع ده، ما اعرفش معايا جاهزه معانا ولا لا. كهرباء زايده في المخ على الهواء دلوقتي: 100 جرام ميليسيا، 100 جرام حشيشه الدينار، 100 جرام بنفسج. وصفه الكهرباء الزايده في المخ. ناس كتير قوي اتصلت الحلقه اللي فاتت عندها اطفال عندها كهرباء زايده في المخ، بقول لهم ابشروا ابشروا ابشروا، الموضوع بسيط جدا. 100 جرام ميليسيا و100 جرام حشيشه الدينار و100 جرام بنفسج، هنطحن كله على بعضه وناخد معلقه على كوبايه ميه ونغليها كويس، وبعد ما نغليها كويس معذره اقول طريقه الاستعمال تاني سامحوني: 100 جرام ميليسيا، 100 جرام حشيشه دينار، 100 جرام بنفسج. طريقه الاستعمال معذره انا اسف، هناخد الثلاث اصناف ما نطحنهمش، لا هنحاول ان احنا نهريهم باليد، مش في الخلاط. يعني هري يعني ايه؟ يعني هري بسيط كده. بعد كده من المخلوط من الثلاثه باخد معلقه كبيره، معلقه شاي، معلقه اكل، المعلقه العاديه، واحطها في كوبايه ميه، يعني مج ميه ولا حاجه. وبعد كده بسيبها منقوعه من 12 ساعه ل 24 ساعه فاكثر، يعني من 12 ساعه فاكثر منقوعه. وبعد ذلك احاول اغليها في نفس الميه غلي جيد جدا 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 جدا. بعد كده اديها له مره على الريق لو حالته بسيطه، ولو حالته تعبانه جدا بقى يبقى اخد مره على الريق ومره قبل النوم، هيتحسن جدا 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 باذن الله عز وجل. هدي له برضه المريض بالكهرباء الزايده في المخ، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، حبوب لقاح بحيث ان هو ينشط خلايا المخ، اعمل له حجامه برضه هيتحسن جدا باذن الله عز وجل. بعد كده تساقط الشعر، والناس كلها للاسف عاوزه موضوع تساقط الشعر، وناس كتير جدا بتسال الموضوع ده، يا ريت ننزلها على الهواء يا استاذ امجد. تساقط الشعر، طبعا تساقط الشعر عباره عن زيت جوجوبا وزيت زيتون وزيت خروع وزيت جرجير وزيت خردل. طيب الوقت معانا على الهواء الوصفه بتاعت تساقط الشعر هي عباره عن زيت جوجوبا، زيت زيتون، زيت خروع، زيت جرجير، زيت خردل. زيت خردل طبعا لو في حاله صلع او كده بناخد زيت الخردل عشان هو ينشط خلايا المخ، وبتبدا العمليه تقوم بالتاني مره اخرى. نقلب الكل مع بعضه وناخد منه وندهن فروه الراس تدليك كويس جدا، هتبدا العمليه تتحسن، يبدا تساقط الشعر يقل خالص، بل هيعمل عمليه انبات قولي الشعر. ما اعرفش يا استاذ امجد ايه اللي بعد كده معانا في الكنترول.